السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة هنعمل مع بعض فاهيتا الفراخ، وده طبق مكسيكي هنعمله بتوابلنا المتوفرة في البيت، وان شاء الله يعجبكم. جربوه، هيعجب الصغيرين وهيعجب الكبار، لان هي اكلة فعلا خفيفة ولذيذة وسريعة. هنشوف ايه المكونات اللي احنا محتاجينها والطريقة مع بعض. بس زي ما احنا متعودين مع بعض بنبدأ يومنا أو وصفتنا الأول ببسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معنا أي كمية من الفراخ، صدور الفراخ مقطعة شرايح، نغسلها كويس ونقطعها شرايح كده زي صوابع الإيد أو حجم صوابع الإيد يعني. ومعنا كمية من البصل برضو بنقطعه جوليان، وكمية من الفلفل الألوان بنقطعها جوليان، وطبعا الكمية حسب عدد أفراد الأسرة زي ما اتفقنا اللي هياكلوا. معانا كام نوع بقى من البهارات كده. هنحط معلقة صغيرة من كل من الثوم البودر والبصل البودر والكمون والفلفل الأسود، يعني نحط نص معلقة أو 3/4 معلقة حسب الكمية برضو اللي احنا حاطينها من الفراخ، ومعلقة كبيرة كركم، ومعلقة كبيرة كزبرة ناشفة، وشوية ملح إن شاء الله يا رب ما كنتش نسيت حاجة، ومعلقة صغيرة بابريكا. ومعانا نص ليمونة، عصير نص ليمونة كبيرة، أو لو الليمون صغير يبقى ليمونة كاملة، عصير ليمونة كاملة. ومعانا معلقة كبيرة كده من الثوم المفروم. وهنحط مع بعض طاسة على النار، هنقلب طبعا كل المكونات دي هنخلطها على بعض ونقلبها كويس جدا في الفراخ، ولحد ما يمتزج الخليط كويس جدا مع الفراخ، يعني تشرب كل الخليط. انا بصراحة يعني ما بنقعهاش قبلها، بس طبعا لو اتبلت قبلها في الفراخ يبقى كويس جدا. بحط طاسة بقى على النار فيها معلقة سمن بلدي ومعلقتين 3 زيت، ولما يسخنوا قوي انزل بقى بالفراخ اديها صدمة كده، بس منزلش يعني مملاش الطاسة على الاخر، بس قاع الطاسة يا دوب كده زي ما انتوا شايفين. انا تقريبا حاطة يعني كل واحدة جنب اختها كده، مش اكتر من كده، علشان انا مش عايزاها يعني تنزل مية وتبقى كأنها مسلوقة. على نار عالية طبعا بديها صدمة، وما اقلبهاش ولا اجي ناحيتها الا ما تاخد اللون من تحت، واحس ان هي اخدت لون من تحت. مجرد بقى ما تاخد لون من تحت ابتدي اقلبها ايدي فيها بقى لحد ما احس خلاص ان الفراخ دخلت كده على السوا، وابتدت بقى تبان ان هي لونها اتغير. في نفس الطاسة دي لو انا عندي كمية كبيرة بفضي اللي اتعمل في طبق، واحط تاني في الطاسة نفسها من غير ما اغسلها برضو معلقة سمن وشوية زيت، واسخنهم كويس، واحط كمية الفراخ الباقية او جزء من الفراخ الباقية اشوحه واديله تشويح وصدمة، وامشي بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الكمية الموجودة عندي. بعد ما اخلص كمية الفراخ برضو عندي نفس الطاسة هي مكان الفراخ من غير ما اغسلها، احط فيها برضو معلقة سمن بلدي حلوة كده من اللي احنا مسيحينه مع بعض. لو تبقى يعني اللي يحب يشوف طريقة تسييح السمن هي موجودة الفيديو بتاعها على القناة بتاعتنا سنا's فود. هسخن برضو كده الطاسة كويس بعد ما احط السمن، وانزل بكمية البصل اللي عندي اشوحها، وبرضو زي ما احنا متفقين كمية البصل وكمية الفلفل الالوان حسب برضو كمية الفراخ. هنا بقى بحط باقي معلقة الثوم، يعني معلقة الثوم الكبيرة انا اخدت منها جزء على الفراخ، والجزء التاني زي ما انتوا شفتوا كده نزلت بيه على البصل وانا بشوحه. لما اخلص تشويح البصل يعني ياخد تقليبة كده نص دقيقة، دقيقة بالكتير يعني مش اكتر، انزل بقى بالفلفل الالوان، فلفل بقى اصفر واحمر وفلفل برتقاني اللي موجود عندكم يعني والمتوفر في البيت. اقلبهم مع بعض كده شوية على النار، يعني يدبلوا يعني ما يستويش يعني الفلفل، لان لسه هياخد شوية مع الفراخ. بنزل بقى بالفراخ بتاعتي كده بالصوص بتاعها اللي عليها كل حاجة، انزل بيها على الفلفل الالوان والبصل، واديهم بقى تقلبتين كده 3 مع بعض كويسين، واسيبهم ياخدوا ويدوا من بعض شوية على النار. اظبط بقى الملح بتاعي في المرحلة دي، يعني احنا كنا حاطين شوية ملح بس ادوق برضو، لو حسيت ان الفراخ محتاجة ملح اكملها. مخليش الفراخ تنشف، يعني شايفين الصوص اللي في الفراخ، يعني انا عايزاها يبقى فيها، لان ده هيتاكل مع الرز، هيتحط على الرز هيبقى جميل جدا. فاهيتا الفراخ بنقدمها، ممكن نقدمها مع رز اصفر بالمكسرات او بدون مكسرات، ممكن نقدمها مع رز ابيض
او جنب عيش يعني او سندوتشات. طبعا تتاكل جنب ايه دي ترجع لرغبة كل شخص بقى يحب ياكلها مع ايه، لكن يعني انا رأيي الشخصي هي مع الرز الاصفر جميلة جدا صراحة. في المطاعم بيقدموها في طاسات كده مخصوصة او اطباق كده معمولة مصنوعة من الحديد الصلب يعني طبعا مطلية، وبتسخن بيسخنوها كويس جدا قبل ما يضيفوا عليها الفاهيتا واثناء تجهيزها، وبيقدموها بقى وهي في الطاسات السخنة دي، وبيحطوا الطاسات دي او الاطباق دي على يعني قواعد خشبية لانها بتبقى سخنة جدا. فهي يفضل ان هي تتقدم سخنة. طبعا احنا مش هنجيب الحاجات دي في البيت مخصوص عشان نقدم عليها الفاهيتا، احنا هنقدمها بالمتاح عندنا في البيت. زي ما قلنا ممكن تتاكل مع عيش او رز، بس هي بصراحة مع الرز الاصفر تحفة. يعني الرز كمان لو معمول بالمكسرات او معمول باللوز المحمر كده وترش على وشه بيبقى جميل جدا. بس طبعا ده يرجع حسب الرغبة، اللي حبه بالمكسرات او من غير مكسرات او بالزبيب او سادة زي ما تحبوا. لكن بصراحة هي مع الرز الأصفر يعني أنا حاسة إن هما كده بيبقوا منسجمين مع بعض، وطبعا تبقى مع العيش سندوتشات طبعا هتبقى جميلة جدا. دي كانت وصفتنا النهاردة، إن شاء الله الوصفة تعجبكم، جربوها وقولي رأيكم. وياريت تقولوا رأيكم في الكومنتات وتعملوا لايك كتير جدا، وكمان تعملوا شير وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وأتمنى اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة، يدعمني بالاشتراك، وعايزين نكبر القناة كده بفضل الله ثم بدعمكم. ودي كانت وصفتنا النهاردة، نشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة، ونختم كلامنا برضو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أمان الله.